بنرحب بدكتور علي مبروك النهارده. حركة مصر المدنية بترحب بحضرتك، وعايزين نعرف رأي حضرتك في الأحداث الجارية. احنا بنعمل ايه وبكرة شكله ممكن يبقى ازاي؟ أولا أنا سعيد يا شيماء بالتواجد في مقر حركة مصر المدنية. بالنسبة للي حاصل في مصر الآن، أظن إنه يعني قبل ما نتكلم ونحن نقول هي مصر فين النهارده وهتبقى بكرة فين، لازم نبذل جهد الأول في فهم ما هو حاصل في مصر الآن. من الواضح طبعا إن مصر في أزمة يعني كبيرة. الأزمة ليها أبعاد مختلفة. بيظل البعد الفكري في هذه الأزمة بعد غاية في الأهمية، لكن المتفجر من هذه الأزمة الآن هو أبعادها السياسية والاقتصادية، والآليات تستدعي حل سريع وضروري في هذه الأيام. أعتقد أنه أولا خلينا الأول نتفق على الآتي، أنه ما وصلت إليه مصر الآن من ارتباك ظاهر على كافة الأصعدة استدعى الناس أنها تعود إلى ميدان التحرير مرة أخرى فيما يقال وكأنه يعني استعادة أو إعادة لإنتاج ثورتهم مرة أخرى في ذكراها الثانية، إدراكا منهم بأن يعني لا شيء مما توقعوه طمحوا فيه أو أملوا فيه لم يتحقق على مدى العامين الفائتين. فدعينا نسأل لماذا لم يعني يتمخض العامين الماضيين عن شيء إيجابي في حياة المصريين؟ أنا في تصوري أنه السبب الرئيسي وراء الأزمة هو الأسلوب الذي أدير به الشأن المصري على مدى العامين الماضيين. للأسف يعني أسلوب إدارة الشأن المصري أو اختارت النخبة المصرية لأسباب يعني عديدة أن تدير هذا الشأن بطريقة تنافسية أو بمنطق تنافسي. وأنا في ظني أنه هذا هو المسؤول عن كل الأزمة الحالية، لأنه المنطق التنافسي عندما يدار به الشأن السياسي في مجتمع يعني خرج من حقبة طويلة من الاستبداد، لا بد أن ينتهي في النهاية إلى هذا الذي نراه انقساما وتشظيا في الحالة المصرية. المصريون الآن منقسمون كما لم يكونوا أبدا قبل ذلك، منقسمون على كافة الأصعدة، لدرجة أنه اليوم 26 سبتمبر 26 يناير 2013 وأنا بكلمك دلوقتي، هناك فريقان في مصر، فريق يهلل وفريق يعني غاضب جدا في محافظة مصرية ساحلية، محافظة. معلش سؤال لحضرتك بس في النص عشان اللي بيسمعنا اللي بيشوفنا ما يتوهش في النص. المنافسة كانت بين مين ومين؟ تيار إسلامي، تيار مدني؟ أنا لا أتحدث عن أطراف المنافسة، أنا لست معنيا بأطراف المنافسة، بس المنافسة تحديدا عايز تبقى بين أنا معني بالمنطق الذي أديرت به المرحلة بين كل شرائح النخبة. المنافسة بين شرائح النخبة، ولسوء الحظ أنه بدأ أن شرائح النخبة منقسمة إلى فريقين أساسيين، فريق بيستظل بالمظلة الإسلامية وفريق في مواجهته بيستظل بمظلة بيسميها مظلة مدنية أو ليبرالية أو حداثية أو إلى آخره يعني. لكن أنا لست معنيا بالفريقين، أنا معني بالمنطق نفسه، بالأسلوب نفسه الذي أديرت به المرحلة، هو أسلوب التنافس. أسلوب التنافس هو الذي أدى بنا إلى الأزمة الراهنة. كان يمكن لو أديرت السنتين الماضيتين دول، لو أدير الشأن المصري على مدى السنتين الماضيتين دول بأسلوب توافقي، كان يمكن أن نحصل على نتائج أفضل بكثير من هذا. لماذا؟ ماذا تعني التوافقية؟ التوافقية ببساطة تعني أنك تريد أن تعلم الشعب على أن هناك مختلفين، أطراف مختلفة، لكن هذه الأطراف المختلفة تستطيع أن تعمل معا من أجل غاية كبيرة
بتعلمي الشعب على قبول الآخر، بتعلمي الشعب على قبول النتائج التي يمكن أن تؤدي إليها العملية الانتخابية مثلا. الشعوب بتبقى محتاجة إلى تدريب على وإلى تربية على الممارسة الديمقراطية. لسوء الحظ الحالة التنافسية لا تسمح بإنتاج مثل هذه التربية أو بعمل مثل هذه التربية السلوكية للشعوب. إذا ما انتهينا إليه الآن في مصر هو نتاج هذا الأسلوب التنافسي في إدارة المرحلة الانتقالية. الوضع الانقسام الذي انتهينا إليه الآن هو نتاج هذا التنافس. المخرج إذا كنا اتفقنا على أنه الأزمة تسبب فيها هذا الأسلوب في إدارة المرحلة، يبقى المخرج الآن ونحن نقف بعد عامين بالضبط من الثورة، المخرج الآن ما هو؟ هو أن نقفز على كل النتائج التي انتهى إليها هذا المنطق التنافسي. المنطق التنافسي انتهى إلى وثائق سياسية، وبالتحديد الوثائق السياسية التي انتهى إليها هذا المشهد والمؤسسات السياسية التي انتهى إليها هذا المشهد. لابد من التعامل مع كل ما انتهت إليه هذه المرحلة على أنه نتائج مؤقتة قابلة للقفز فوقها. بمعنى أنه إذا كانت هذه الممارسة التنافسية انتهت إلى صياغة الدستور، هناك قطاع واسع من المصريين يرفضه، فلا بد أن نتعامل مع هذا الدستور باعتباره دستورا قابلا للقفز فوقه على أنه دستورا مؤقتا. إذا كانت انتهت إلى رئيس جمهورية هو أيضا محل انقسام، والانقسام بيتزايد بين المصريين حوله، وخصوصا أنه أداء السيد الرئيس ليس على درجة من الكفاءة يعني تسمح بإضافة الكثيرين إلى تأييده أو بدعم من العناصر التي كانت ترفضه. ففي تصوري أيضا أنه الرئيس نفسه لابد أن يتحول فترة رئاسته إلى فترة مؤقتة إلى أن يتم يعني من الآن وليس غدا، من الآن من اللحظة التي نتحدث فيها الآن وليس غدا، يتم الاتفاق على إدارة الشأن المصري. على أولا بعد أن نتفق على اعتبار كل النتائج التي انتهت إليها المرحلة السنتين الماضيتين نتائج مؤقتة وظرفية ويعني قابلة للقفز فوقها، لابد أن نبدأ من الآن في الاتفاق على إدارة شؤون البلاد بأسلوب توافقي. أنا لا أتحدث عن أشخاص ولا أتحدث عن أسماء، وإنما أتحدث عن منطق في الإدارة، أسلوب في الإدارة. ينبغي أن نتبنى الأسلوب التوافقي في الإدارة، ولنتفق من الآن على تشكيل مجلس من الحكماء مثلا، يكون مجلس من الحكماء. أعتقد الفكرة دي كان سبق للأستاذ محمد حسنين هيكل أن طرحها، اللي هي فكرة حكماء الدولة والدستور، ما سمى فكرة حكماء الدولة والدستور. مجلس من 100 شخصية مصرية يتم الاتفاق حول، تتشكل من جميع أطياف الطبقة السياسية المصرية، وهناك شخصيات لا يمكن أن يكون هناك خلاف حولها، شخصيات كبيرة. مصر فيها شخصيات كبيرة جدا تستطيع أن تقوم بهذا وتتصدى لي. وأن يتم تشكيل حكومة قوية برئاسة رئيس لمجلس الوزراء، رئيس قوي لمجلس الوزراء، شخصية يعني شخصية قوية ليس شخصية ضعيفة، وتشكل حكومة من كل أيضا أطياف الطبقة السياسية المصرية، أطياف السياسية المصرية. وتكون لهذه الحكومة مهمتين أساسيتين: صياغة الوثائق التي تمكن مصر من تحول ديمقراطي هادئ، وثائق يتوافق عليها الجميع من دستور ومن القوانين المكملة للدستور، يعني كل هذه الوثائق، وتصفية البنية القانونية الاستبدادية والبنية القانونية والتشريعية الاستبدادية، يعني لابد من تصفية كل هذا. يعني الحكومة يكون عليها التصدي لهذا الملف بشكل خاص. والملف الآخر هو ملف إدارة الشأن الاقتصادي، تهيئة الأوضاع، تهيئة البيئة السياسية
إتاحة فرصة للتعامل مع الملف الاقتصادي تعامل على درجة أعلى من الكفاءة، بحيث تمكننا من تخفيف الأعباء على الاقتصاد المصري وبالتالي على المصريين. يعني المهمتين، يعني يتم كتابة خطاب تكليف للحكومة بهذين المعنيين فقط، بهذين المطلبين فقط. ويستمر السيد الرئيس محمد مرسي كما هو رئيسا للبلاد طوال فترة سنتين أو أكثر من التاريخ اللي احنا فيه ده، سنتين أقل أكثر من التاريخ اللي احنا فيه ده، على أن ننتهي من هاتين السنتين، لنطرح مثلا يعني فترة سنتين مثل السنتين اللي فاتوا، على أن ننتهي بعد هاتين السنتين إلى الآتي، إلى تشكيل انتخاب برلمان، كتابة أولا قبل انتخاب البرلمان كتابة دستور يحظى بكل توافق المصريين. وهناك آليات بالمناسبة لكتابة الدساتير، وهناك آليات للتوافق حول الدساتير، يعني لابد من تفعيلها ولابد من الاتفاق حولها. يعني دي كلها مسائل ممكنة إذا خلصت النوايا. هذا أولا. إعداد كما قلت لحضرتك، إعداد البنية القانونية والتشريعية المكملة للدستور على نحو يتلائم مع هذا الدستور الحديث الذي سنكتبه، وليكن دستورا يركز بشكل أساسي على فكرة الحقوق. الدساتير تكتب من أجل صيانة حقوق البشر وليس من أجل أي شيء آخر. في الدستور سيحدد لنا البرلمان، وهيكون عندنا برلمان ازاي، وهل البرلمان مكون من غرفتين ولا غرفة واحدة، وكيفية تشكيله، ومن له حق الترشيح ومن ليس له حق الترشيح، يعني كل هذه المسائل، وكيفية الانتخاب صلاحيات، يعني نعد كل هذا على مدى السنتين القادمتين. وتكون السنة الثالثة، السنة اللي هي هتكون السنة الأخيرة في حكم الرئيس محمد مرسي، تكون هذه السنة الثالثة هي سنة الانتخابات. نبدأ بالانتخابات البرلمانية، يعني نبدأ بالانتخابات البرلمانية أولا، وعندها ستكون قد انتهت. بعد ذلك ستكون فترة ولاية الرئيس محمد مرسي قد انتهت، فيتم بعد ذلك انتخابات رئاسية وينتخب رئيس للجمهورية. أعتقد أنه إذا بدأنا في هذا المخطط من الآن، زي ما بقول لحضرتك، سنتين جربنا الأسلوب التنافسي لسنتين، دعونا الآن نجرب الأسلوب التوافقي العامين القادمين، ونكتب وثائقنا السياسية ونعد قوانيننا ونعد كل شيء، ويكون العام الثالث اللي هو عام نهاية ولاية الرئيس مرسي هو عام الانتخابات. وفي هذه الحالة تلاحظي حضرتك أنه فترة رئاسة الرئيس مرسي ستكون هي أيضا فترة انتقالية. أنا مع حضرتك في كل اللي بتقوله، بس حضرتك يعني سؤالي، هل ترى أن هناك اندفاع من قبل التيار الإسلامي الديني، تمام، الذي سعى إلى السيطرة التامة على كل شيء في الدولة، مما أدى إلى أخطاء كثيرة أثناء هذا الاندفاع أدت بدورها إلى ما نحن فيه؟ أنا متفق معك في أنه هناك اندفاع من جانب التيار الإسلامي، لكن لابد أن تلاحظي للسيطرة على كل شيء في البلد. أنا متفق معك تماما فيما تقولين، أن هناك اندفاع من التيار الإسلامي للسيطرة، لكن خدي بالك القوات لا تسيطر على مواقع إلا عندما تكون هذه المواقع فارغة أو ضعيفة أو ما فيهاش قوات دفاع كفاية. يعني الذي أغرى الإسلاميين بالسيطرة على كل المفاصل هو ضعف الآخرين لم يتعلموا كيف يديروا يعني خلافاتهم السياسية أو أدائهم السياسي بطريقة تسمح لهم بأن يمثلوا نقطة توازن في مواجهة الطرح الإسلامي. لكن على أي حال أظن أنه إذا كانت السنة اللي فاتت دي تحديدا شهدت ما لاحظتيه من اندفاع إسلامي غير محسوب للاستحواذ والسيطرة على كل مفاصل الدولة،
فأظن أنه هذا الاتجاه الإسلامي الآن هو نفسه يكتشف أنه استراتيجيته تبوء بالفشل شيئا فشيئا، وأنه بيدرك أنه ليس مؤهلا، وأنه أمور الدولة لا يمكن أن تدار بهذه الطريقة، وأنه الاستحواذ على كل مفاصل الدولة سيؤدي إلى كسر الدولة المصرية نفسها، وبالتالي لن يجد بين يديه شيئا. وبالتالي أعتقد أنه الآن التيار الإسلامي نفسه في حالة تراجع ومراجعة، وهذا التراجع هو الذي يسمح لنا الآن بأن نتقدم بهذا الطرح. التيار الإسلامي لو أنه كان قد أحرز نجاحات بعد هذا التقدم السريع الذي نجح فيه على مدى العام الماضي، لو كان قد أحرز نجاحات في إدارة الدولة لما كان يعني شيئا من المشكلة قد حدث يستدعي أن نتقدم بحلول لها على النحو الذي نطرحه الآن. لابد أن ندرك أن التيار الآن يتراجع بعد أن أدرك عجزه عن إدارة الدولة، وأن إدارة الدولة تختلف عن إدارة جماعة. أن أنا إذا كنت نجحت في إدارة جماعة أو نقابة أو جمعية أو إلى آخره، فالدولة أكبر من هذا بكثير، والدولة في حاجة إلى يعني مهارات أخرى وكفاءات أخرى وتصورات أخرى وحنكة أخرى ليست متوفرة لسوء الحظ عند أطراف الجماعات الإسلامية أو حتى كوادرها، لا توجد حتى على مستوى الكوادر. يعني اكتشفنا الآن أنه يعني فقر الإسلاميين ليس فقط عند مجرد الرؤى والبرامج، وإنما أيضا على مستوى الكوادر. لا توجد كوادر أيضا قادرة على الإدارة، وبالتالي أنت بتكتشفي الآن، ودي كانت مفارقة يعني غريبة جدا، لأن هم كانوا بيتهموا البعض بأنه بيتعاون مع الفلول بشكل مستمر. أنت بتكتشفي الآن أنهم بدأوا في موجة كبيرة من موجات التصالح مع رموز الحزب الوطني، موجات التصالح مع رموز الحزب الوطني، وهذا التصالح مرتبط في الحقيقة بأن هم أدركوا عجزهم عن إدارة الشأن المصري، وبالتالي فهم أدركوا أنهم محتاجون في حاجة إلى الآخرين. لهذا السبب نحن نتقدم بهذا الطرح، يعني لأنه دلوقتي يبدو أنه المطروح عند الإسلاميين هو ماذا؟ هو استدعاء بعض عناصر النظام السابق، سواء يعني الكوادر، بعض كوادر النظام السابق، علشان تشارك الإسلاميين أو تشارك جماعة الإخوان المسلمين في إدارة الشأن المصري. أعتقد أنه دي يعني الوصفة الأسوأ لمصر في هذه الفترة. يعني هذا التحالف اللي هو يبدو أن هناك علامات كثيرة على التفكير فيها الآن، أعتقد أن هذا التحالف هو أسوأ وصفة يمكن تقديمها لمصر في هذه الفترة. مصر في حاجة إلى ما قلت لك، مصر في حاجة إلى تغيير راديكالي. لن يكون ممكنا هذا التغيير الراديكالي بدون الطرح الذي تقدمنا به. تمام. حضرتك قلت المفروض يكون في تحول ديمقراطي. حضرتك شايف ازاي هيحصل تحول ديمقراطي إذا كان الدين ولغة الدين هي المسيطرة على اختيارات الشعب؟ هل الشعب مؤهل للتحول الديمقراطي بدون أي ثقافة؟ دي رقم واحد بالنسبة للتحول الديمقراطي. رقم 2، ازاي هنطرح فكرة التحول الديمقراطي والصندوق نفسه هو اللي جاب الناس دي في الحكم؟ بالنسبة للنقطة الأولى اللي أشرت إليها، مسألة الدين، يعني لغة الدين بتطغى على اختيارات الناس. يعني ما تقولينه صحيح جزئيا، لكنه ليس صحيحا تماما، وخصوصا أنه أيضا فترة الأشهر القليلة الماضية كشفت للناس العاديين جدا، بالمناسبة لا أتحدث عن المثقفين وإلى آخره، أنا أتحدث عن الناس العاديين جدا، خطورة الدخول بالشأن بالدين في الشأن السياسي. يعني أؤكد لك أنه بسطاء المصريين أو عدد كبير جدا من بسطاء المصريين، أنا بجلس مع الفلاحين مثلا وبسمع من الفلاحين، ولا أجدهم مثلا من هؤلاء الذين يعني يسعدون بممارسة السياسة بالدين،
بالعكس هم يرون انه ادخال الدين الى هذا المعترك خطر. واظن انه يعني ممارسات الاسلاميين ايضا ساعدت على كشف ازاي انه ادخال الدين في الشأن السياسي خطر كبير جدا. ارجو ان سعادتك تلاحظي الاتي: كان عندنا في الشهر الماضي اشتباك كبير جدا في الاسكندريه في جامع القائد ابراهيم مع الشيخ احمد المحلاوي. والأول مرة بنشوف إنه جماعات من المصريين بتروح تحاصر المسجد. يعني ده شيء غريب على المصريين إن هم يروحوا يحاصروا مسجد. وبدأ إنه ده أمر كبير جدا أن يقدم المصريون على ذلك. هذا أمر في غاية الخطر وهذا خطر جلل. لكن كتير من المصريين بدأوا يدركوا، بدأوا يسألوا أنفسهم لماذا جرى ما جرى؟ لماذا حوصر المسجد أو هوجم أو تم رشقه بالطوب؟ مش لأسباب دينية. اكتشف المصريون أن هذا الهجوم على المسجد، هذا الرشق للمسجد، هذه المحاصرة للمسجد مرتبطة بشكل أساسي باستدعاء الدين ليلعب دورا أو بتحويل المسجد إلى منبر للخطابة السياسية. المسجد نفسه عندما يتحول من مكان للعبادة الدينية إلى مجال للممارسة السياسية بيفقد قدسته. فهذا بدأ يتسلل شيئا فشيئا إلى وعي المصريين. وبعدين دعيني أشير إلى شيء آخر يكشف لك عن إنه والمصريين لماحين. بالمناسبة المصريين يفهمون جدا. احنا فوجئنا اخيرا بمشروع بتطرحه الحكومه اسمه مشروع الصكوك الاسلاميه. وكانت مديه هذا المشروع مديه لهذه الصكوك وصف الاسلاميه، مع ملاحظه لابد ان احنا نقول ده انه هذه الصكوك كانت بتسمى، يعني هي اختراع لجنه السياسات بتاع جمال مبارك، وكانت بتسمى في الوقت ده الصكوك الشعبيه. يعني جمال مبارك كان بيسميها الصكوك الشعبيه. لما جت جماعة الإخوان المسلمين إلى السلطة أعادت المشروع، أعادت صوغ المشروع من جديد وسمته الصكوك الإسلامية. طيب طالما سميتي طالما سميتيها الصكوك الإسلامية فكان واجب على الحكومة بما إنها ادتها الصفة الإسلامية إنها تديها بموجب الدستور الجديد إلى الأزهر لكي يقرر مدى مطابقتها للشريعة أو عدم مطابقتها للشريعة. فلما راحت للأزهر والأزهر بص فيها، الأزهر قال إنها غير مطابقة للشريعة وضد الشريعة وإلى آخره. فعاد المشروع للحكومة. فماذا فعلت الحكومة؟ الحكومة كل اللي عملته ببساطة إن هي راحت رفع صفة الإسلامية من على الصكوك وخلتها الصكوك بس. فتحول من مشروع الصكوك الإسلامية إلى مشروع الصكوك وفقط. لماذا؟ لأنك لما تخليها صكوك وبس وتروح تقدميها للبرلمان أو القائم أو المؤسسة القائمة بعمل البرلمان الآن، لن يكون مطلوبا منك إنك تحوليها للأزهر بموجب الدستور، لأنه الدستور بيقول لك إن أنت تحولي للأزهر فقط الأشياء اللي فيها وصف إسلامي أو شرعي. لكن لما أخلع عنها صفة الإسلامية فأنا في هذه الحالة ليس واجبا علي أو ليس لازما علي أن أتقدم بها لهيئة كبار العلماء في الأزهر علشان تقرر مدى تطابقها مع الشريعة أو عدم تطابقها مع الشريعة. فعندما يتأمل الناس في هذا ما الذي يعني سيلاحظونه؟ سيلاحظون ببساطة إنه وصف الإسلامية ده عامل حاجة كده يعني حية بتتحط عندما نريد شيئا، عندما نريد أن نحقق مصلحة لنا، ثم نرفعها إذا اكتشفنا إنه في رفعها ما يعطينا مصلحة أكبر. أي إنه الناس بتشوف ببساطة إنه الدين بيتحول إلى يعني مجرد أداة للاستثمار السياسي. وعلى أي حال بيظل مأزق الديمقراطية في العالم العربي ليس مرتبطا بالدين في الحقيقة، لأنه الدين هو جزء من ثقافة أكبر.
مأزق الديمقراطية في العالم العربي وفي مصر بالتحديد مأزق ثقافي بالأساس وليس ديني فقط. مش بس لغة الدين هي المسؤولة أو استخدام الدين هو المسؤول. الأمر متعلق ببنية الثقافة نفسها. بنية الثقافة محتاجة إلى تغيير، لكن ده ما يعنيش أبدا أن احنا نتوقف إلى أن نقوم بتغيير بنية الثقافة. لابد أن نمارس وسياسيا بشكل ديمقراطي، وفي نفس الوقت علينا أن نمارس نقديا مع الثقافة. اوكي. حضرتك قلت على ان لازم نحن نتخطى السنتين اللي فاتوا كأن ما حصلش اي حاجه. بالضبط. هل حضرتك شايف ان الشباب مؤهل لاستيعاب هذا الحل دلوقتي، انه يستغنى عن حق صاحبه اللي مات جنبه، عن اخوه اللي مات جنبه، عن ابوه اللي مات؟ يعني هل هو مؤهل ان هو يستوعب حاجه زي كده؟ يعني انا مع تقديري لمشاعر الشباب ويعني ذكرياته الأليمة مع أصحاب ماتوا وإلى آخره، إلا إنه إحنا علينا يعني إن إحنا ندرك إنه الأمر لا يتعلق بعواطف شباب وانفعالاته بقدر ما يتعلق بمنطق واقع. وانت عارفة الشاعر العربي قال قديما إيه؟ قال لنا: كناطح صخرة يوما ليوهنها فما وهنت وأوهى قرنه الوعل. مهما تفضلي الواقع ده أقرب إلى الصخرة، مهما يعني تحاولي إنك تنطحي هذه الصخرة من أجل إضعافها أو من أجل يعني تكسيرها، فلن تتمكني إلا عبر فهم طبيعة هذه الصخرة وامتلاك الأدوات التي تمكنك من تحطيمها وتكسيرها بالفعل. لكن لو ظللنا نخبط فيها برؤوسنا فلن تتكسر. لسوء الحظ رؤوسنا هي اللي هتتكسر. وده دعاء وده كلامي للشباب، إنه أنت أمام واقع، والواقع ده فيه قوانين بتحكمه، ومش هتقدر تغير هذا الواقع إلا لو فهمت القوانين التي تحكم هذا الواقع. شوفي هقولك سعادتك، لو طلعنا دلوقتي فوق عمارة بدون أن نفهم قوانين الجاذبية أو إزاي إن احنا نتعامل مع قوانين الجاذبية ورحنا رميين نفسنا في الهواء، إيه اللي هيحصل لنا؟ هنقع وهتتكسر بينا. مش هنقدر نطير في الهواء من فوق العمارة إلا لو احنا فاهمين قوانين الجاذبية وعرفنا ازاي نتعامل مع هذه القوانين، وازاي نمتلك الأدوات اللي هي تمكننا من التغلب على هذه القوانين. الواقع بالظبط زيه زي هذه القوانين. الواقع هو كمان جملة قوانين. بدون فهم هذه القوانين لن نستطيع التأثير فيه. هنفضل طول الوقت ننطح فيه، بس هنكتشف في النهاية إنه إحنا برؤوسنا بتتحطم. فأنا آسف إن أنا أقول إنه الشباب سيظل يناطح هذا الواقع، وسينتهي به الأمر إلى إنه سيدمي نفسه وسيكسر رأسه، وستظل صخرة الواقع صلبة. محتاجين إلى فهم الواقع الذي يواجهنا الآن، وامتلاك الأدوات التي تمكننا من التأثير فيه وتغييره. بشكر حضرتك جدا. شكرا.